السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر، معاكم رامي محمد. عايز أتكلم في نقطة مهمة بخصوص الفيديوهين السابقين ليا، واتكلمت عن اللي حكى عليه الباشمهندس أسعد الفي وناس كتير، يعني ناس علقت الله ينور إن أنت رديت، وناس علقت الباشمهندس أسعد راجل متعلم، خلي طريقتك كويسة. اولا انا قلت حتى في الفيديو الدكتور باشمهندس اسعد الفقي ما تخطيتش حدودي، رغم انا ما تعاملتش معاه ولا شفته، بس انا بلومه لسبب. ايه هو السبب؟ انا لومته بطريقه مزعجه شويه لكذا سبب، مش عشان التين الشوكي نفسه. مجال التين الشوكي انت نجحت ما نجحتش انا كده كده بزرعه، انت زرعت ما زرعتش انا كده كده بزرعه، كده كده سوق موجود الحمد لله يعني. فاحنا كلها في الاول والاخر هو مشروع وانا شغال عليه لنفسي شخصيا. فاحنا بنتمنى الخير للكل. فهو قلب المعلومات قال فيهم، يعني قال حوالي 6 معلومات عن التين، وكل للاسف كلهم غلط. للاسف كلهم غلط، يعني ما فيش ولا واحده فيهم صح. تخيل. فاذا عمل ازعاج للناس اللي كانت جاهزه وعايزه تزرع وعايزه تشتغل. وحتى التعليقات نفسها على فيديو الباشمهندس اسعد، في ناس قالوا له في معلوماتك كلها غلط، وفي ناس قالت له جزاك الله خير يا باشمهندس اسعد. دي الناس اللي كانت عايزه تزرع وفجاه اتغير قرارها. هو ايه اللي انا بقوله في التين الشوكي مميز؟ انا بقول لك دي زرعه دمها خفيف، مصاريف، تكاليف، عائد مادي في اسرع وقت، دي ما فيهاش مشكله. تمام. ثانيا كمان مجزيه جدا من ناحيه العائد المادي، يعني ماده محترمه جدا، فلوس كويسه جدا فيها رغم قله مصاريفها. طب الزراعات الاخرى انا ما بتكلمش عليها بوحش، انا بتكلم على العائد المادي بالنسبه للناس اللي عايزه تعمل مشروع زراعي ناجح في اسرع وقت. تمام. انما انا بقول لك فعلا النخيل، اساتذه النخيل السنه دي في الواحات البحريه قالوا العامل اللي بلقح النخيل عامل زي الكنز، مش لاقيينه. انت مستني دي ليه؟ مستني تخش في المرحله دي ليه؟ انا واحد من الناس كان عندي نخيل وكنت بزرعه، والله كان في ساعه يجي الموسم ما اعرف القحه، كان يضيع عليا الموسم. هذه كانت من ضمن المشكله. اذا وكمان العائد المادي والتجاري اللي انا بقوله فيه، يعني عشان تلم مصاريفك وتكليفك وانشاء المزرعه بعد 10 سنين، ما قلتش لا مش هتاخد منه فلوس خالص، انا بقول لك هتلم فلوسك بعد 10 سنين لو زرعت نخيل، لو هتلم فلوسك كلها. تين الشوكي، انا بقولها في الملك بتلم فلوسك في الرابعه، في الايجار اللي احنا بندفع ايجار للمزرعه وتكليف بتلم فلوسك في الخامسه. تمام. وانا بقول لك اللي بقوله لك وشفته وبتبعت لي الفرافره اتباع فيها تالت سنتين، واللي اتكلمنا على الخاص ومحتاج الفيديوهات ابعتها له، لكن انا ما ينفعش انشرها على العلن لان دي ارزاق اصحاب المزرعه. يعني واحد مش عايز ينشر مزرعته، هو حر. وناس تزرع تين، اقسم بالله زي ما بقول لك بتزرع وبتقول لي انا سالت جيراني اللي زارعين تين بيقولوا ارقام جامده خالص، بس انا مش مصدقه وعايز اصدقك انت. يعني جاره بيكسب في التين الشوكي في عين التنين في الفرافره، انا بقول لك اهي الاسامي. و... وسال جاره اللي زارع تين ايه رايك في التين، قال له بسم الله ما شاء الله فلوس محترم. ما صدقش جاره وبكلمني انا. قلت له يا عم اسال جارك برضه، رجعت له قلت له اسال جارك لو ما بيكسبش ما تزرعش. فقال لي لا خلاص انا هزرع طالما انت اكدت على الكلام. قلت له لا اتاكد من جارك. فانت عايز اقول لك على حاجتين، انا مش بقول لك، انا بقول لك يا عم قول للناس ايه المشكله. انا قلتها دايما، فرق اللي بين مياه الابار والمياه البحاري ومعروف. الطعم في الابار بيبقى سكرياته عاليه وجميل، في البحاري دلع شويه لو خد ميه زياده. سمك الحبايه في الابار بيبقى سميك شويه قوي، سمك الحبايه في البحاري رفيع. ادي الفرق اللي بينهم، ده الفرق اللي بينهم. وما يدل كلام المنيا بتشتغل اول قبل مننا، قبل اسماعيليه، قبل العلمين. المنيا تبدا قبلنا، وجو جاف. السعوديه بتزرع تين، اليمن بتزرع تين. عايز اقول لك المفاجاه ان الامارات والله زرعت تين، مش هتصدق دي بقى.
المغرب تين، الجزائر تين، تونس تين. هتيجي بقى عندنا الفرافره والواحات هم اللي مش هينفع فيهم التين في مصر والمنيا واسوان. انا بعت لك فيديوهات من اسوان زرع تين. فانا بقول لك انا بقى مش ضد حد، بس انا ضد فكره اللي يحبط الناس. يعني انا دايما هنا في على طريق مصر اسكندريه الصحراوي، لما تكون التربه نفسها هي اللي مش مناسبه للزراعات الاخرى، خد بالك بقى من الحته دي جدا. احنا عندنا هنا في الصحراوي لما يكون العميل مثلا ملوش في مجال التين وبيزرع بيحب مثلا يزرع موز، بيحب مثلا يزرع برتقال، بيحب مثلا يزرع تفاح، يجي مثلا يزرع الارض اللي يشوف اقول له دي تصلح للتين الشوكي. يعني هو ده بتاع المهام الصعبه، تصلح للتين الشوكي، يزرع تين شوكي تبارك الرحمن. وانا بصور لكم فيديوهات من اسوأ تربه على طريق مصر اسكندريه الصحراوي كله. انا عايز اقول لك المفاجاه، اكبر مزرعه على الطريق الصحراوي هنا تبعنا، هقول لك بس النقطه دي، قعدت فاشله 15 سنه، جربوا فيها جميع الزراعات فاشله والله. زي ما بقول لك يزرعوا فيها دي واحنا نعدي عليها ونقول المزرعه دي وحشه ليه؟ خدناها وزرعناها تمام. والله الناس عدت علينا قالوا يا انتوا فلوسكم ياما يا فلوسكم حرام. بتعملوا يا عم ده انتوا في غيركم 20 واحد، بس احنا داخلين على هدف معين هو اللي هيناسب التربه دي. تبارك الرحمن من احسن المزارع على مستوى الجمهوريه دلوقتي. فانا عايزك تتفائل، ما تخليش حد يحبطك. اقوى الشركات دلوقتي في ام الفرافره والواحات والاماكن دي بدات تتجه للتين الشوكي. وهلاقي العملاء اللي بيقول له هزرع لك كمثرى، اللي بيقول له هزرع لك ليمون، اللي بيقول له هزرع لك نخيل، يقول له لا انا عايز ازرع تين شوكي. ابتدى هو كمان يحطها ضمن مجالاته، مش عايز يخرج، مش عايز العميل يخرج من ايده. فانت كلم من الناس اللي انت شاري منهم، لو انا عايز ازرع تين شوكي يقول لك اه ازرع لك واعمل لك. انا مش ضد انا اولا عايز اقول لك على حاجتين والله العظيم. من بدع فكره زراعه التين الشوكي والتوزيع، اول واحد الباشمهندس اسامه حسن. يعني انا طالع تحت ايده، عارف يعني ايه طالع تحت ايده؟ يعني خدني كده وحط ايده على كتفي، قال لي انت الوحيد بنفس النص، قال لي هتعرف تطور من المجال وهتعرف تقوله للناس بما يرضي الله، فلازم انت اللي تشتغل فيه وهو مجالي. قلت له والله انا مش عايز اتعب نفسي. بنفس الطريقه قلت له مش سكتي في الاول، وقولوا ممكن انزل لكم رقم وتسالوه. قلت له والله ما سكتي، انا خليني في مزرعتي. قال لي لا انت هتعرف توصل للناس المعلومه صح. وقفت معاه سنه، اتعلمت ازاي اتعامل مع الناس، ان انا ادي له حاجه وما اضلوش، اقول له كذا بما يرضي الله. وقال لي توكل على الله واشتغل وازرع للناس واسس الناس والمعلومه ببلاش والله على يده. فانا جيت مره لقيت نفسي بتعب مع ده وده، قلت له لا الاستشاره هتبقى بفلوس خد بالك، بس لازم اشكر الناس اللي تدل الواحد على الطريق الصح. فراح مكلمني قال لي اوعى تعمل الحركه دي تاني، احنا بنفيد الناس، مش عايزين الناس بحس ان احنا مش عايزين الناس تحس ان احنا عايزين نستفاد منها، احنا عايزين نفيد الناس. كتف التين بنتكلم فيه ب4 جنيه من 7 سنين. فجيت اكلمه قلت له التين بيكلف عماله وتقطيع وتحميل ووقت، والمزرعه نفسها عشان انا جدتها عايزه فلوس، لان ده مزرعه بتنتج والتين بقى فلوس. قال لي برضه ب4 جنيه حتى لو هنخسر فيه. قال لي احنا داخلين المجال وقايلين ان احنا عايزين نفيد الناس، مش عايزين احنا نستفيد من الناس. احنا اتعلمنا من المجال وكانت بدايتنا فاشله في زراعات اخرى، والله دي البدايه. ونزرع دي يبوظ، ونزرع بطيخ يبوظ، ونزرع بطيخ لب، ونزرع طماطم، ونزرع بطاطس. فشلنا كل الفشل. ليه؟ مش مدركين تكاليف الصحراء يا جماعه تكاليفها كبير. يعني مثلا تلاقي بتصرف كتير، فبتبقى مش الموضوع بيبقى صعب عليك. فاحنا ما كناش مدركين الموضوع كويس. فالنصايح بدات الناس ازرع تين زي ما انا بقول للناس دلوقتي ازرع تين. يا بل انا بعديك فيديوهات، انا كان واحد قال لي ازرع تين، هجيب لك شويه كفوف في عربيه دبابه وازرعها. وزرعنا التين، وادي نجاحات التين الشوكي. رقم 1 في التسويق، التجار بتحجزه، الزرعه الوحيده اللي بتنباع قبل ميعادها ب3 شهور. التجار بتسال عليه في كل مكان. تصدير، سعر التصدير دلوقتي تخطى ال 55 جنيه الكيلو. السعر المحلي من مزرعته ب 10 جنيه كلاله من مزرعته، لو هتسوقها على ايدك ب 20 جنيه الكيلو. فانت هتقول لي ازاي اذا كان هو بينباع بالعداد حسبتها؟ ما هي محسوبه، العداد لو 10 كيلو هي طالعه متقيمه على 100 جنيه يبقى ب 10 جنيه. لو انا هسوق واكسب هبيع الكيلو ب 20 جنيه، يبقى هي حاسبه نفسها اساسا.
تاني حاجه، انت اساسا لو انسان مشتت دي مشكله كبيره عندك، دي مشكله كبيره عندك انت، لان بدايتنا برضو كانت تشتيت، بس ما كانش تشتيت لان احنا معذورين، ولا كان في فيديوهات، ولا كان حد بيقول لنا، ولا حد بعد لنا. كان في مزرعه بحوثيه كانت بتيجي تعلمنا وتجرب فينا، تجرب فينا الخرشوف، الحرنكش. والله زي ما بقول لك مشاريع هتنجح فينا ولا تفشل. مزرعه بحوثيه تبع وزاره الزراعه، عايزين نجرب كذا، ما يجيش عند الزرعه الناجحه هو يجرب الفاشله فيه. فاحنا كنا حقل تجارب. ما تخليش نفسك كده، ما تخليش نفسك كده. عايز تبدا، انا بقول لك انت بتزرع زرعه تكاليف بسيطه، كل حاجه بسيطه، مفيش ريسك في الموضوع. الريسك في حاجه، الريسك لما تزرع زرعه هتبشر لك بعد 5 سنين، خد الريسك، وتلم فلوسك بعد 10 سنين منها من زراعتها. هو ده الريسك. وفلوس ايه بالعبط، تكاليف بالعبط. اوعى تفكر حد يسهل عليك الموضوع، يا خرابي ده فدان كذا. طب ما انا عندنا ناس بتكسب في الموز، بتجيب في الموز ب 300,000 400,000 الفدان، هو مجاله. السنه دي الناس كلها اتبهدلت في الموز، بس قال لك مجالي، مديت الماده بتاعته بقت تساعد انه يزرع موز، حتى لو خسر السنه دي يستحمل. انما هتجيلي انت يا اللي محوش تحويشه العمر وقاعد بره ومغترب وقاعد وشركه تستلمك تحطك في ارض الواقع. انا السنه دي الشيخ اسامه الفار عمل معايا ايه؟ يعني من ضمن الحاجات، لقيته بيتصل بيا قال لي انا عايز اعمل مشروع تين شوكي وحضرتك اللي تاسسه لي. انا اتعاملت مع الراجل ده، حسيت انه فعلا مش عشان تين شوكي، والله هو بدور، قال لي انا عايز افيد الناس، فانا عايز اعمل مشروع تين شوكي وعايزين نحجز ونشتغل 200 فدان وشفت انا بعرض الفيديوهات وبقدمه للناس. هو بدأ يحط الناس على الطريق المناسب لظروفها، المناسب، مش هقول لك الطريق الصحيح والكلام، لا، المناسب لظروف الناس. تمام، المناسب لظروف الناس. فانا مش قصه ان انا ضد حد، انا ضد المعلومه الغلط اللي انت بتقدمها للناس. لا، اقول للناس ايه الفرق الصح. التين سطحي مش وتدي، التين بياخد من 15 ل 20 ريه، التين بذره اغلى زيت، عصير، علف. يا جدع ده احنا المكسيك والبرازيل لا مؤاخذه بياكلوا المواشي ببلاش، ببلاش. احنا زرعه مش عارفين قيمتها، هتقول لي ازاي ببلاش؟ زرعها على المطر وبيحشوه اكلوا بيه المواشي، حتى الميه المواشي ما بتشربش ميه كتير. هنيجي احنا نفنن لاحسن زرعه على العالم في اوروبا شغال عليها صح، وهي بتحب الشمس اساسا، نيجي احنا نفنن ليها ونطلع عليها مشاكل كتير. والله بقى اللي عايز يختار ومعاه الطريق يختار، انت معاك طريقك، انا بعرض عليك حاجه، خدت مني ما خدتش، الفكره ما تاخدش مني. طب ما كتير بيطلع تين شوكي وشتلات تين شوكي، بس انا بقول لك دي زرعه محترمه هتفيدك، وانا بقولها للناس اللي ظروفها على قدها. انا ما بختارش واحد ملياردير واقول له تعالى ده انا ازرع لك تين، لا مش شرط. يعني انت اللي ظروفك على قدك بقيت، هقول لك معلومه، الشركات بقت اقوى، الشركات اللي معاها ماده بقت تزرع تين شوكي، الجيش اتجه للتين الشوكي. قصه تصنيع، الناس يا جماعه بتفكر لبعيد، تصنيع ده احنا التصدير دخل خلى التين الشوكي نار، عشان هيسحب جزء بس للتصدير. تخيل لو التصدير كبر معانا، انت مش هتسيب الزباله، هتسيب الزباله هنا في مصر. والله بكلمك بجد، احنا عندنا التين الشوكي على فترات قشه والكلام ده كله وحاجه محجمه، هو هياخد انضف حاجه. احنا السنه اللي فاتت لو مؤاخذه انا بقولها، الزباله في التين الشوكي كان الكيلو ب5 جنيه الزباله، اقسم بالله انا مرضى اكلها. كنا بنستغرب، يا عم انت هتعمل بده ايه؟ اقول له انا كده، يقول لي يا عم انا ليا ناس بتاخده، اقول له يا عم خلاص انت ادرى. فيا رب انا عملت لك الفيديو ده وقدمته لك، يا رب تستفيد منه وخده واسال واستشير. مش عايز اقول لك بكره، لا استشير واعمل براحتك، بس مش عايز الوقت يتخطاك وتتشتت في الزراعه، لان الزراعه مجال مش سهل. انا بقول لك تربه وحشه ازرع تين شوكي، ظروفك وحشه ازرع تين شوكي، ميتك وحشه ازرع تين شوكي، كل ده هيفرق معاك جدا. اقوى الشركات بتزرع بالالاف والالافات الافدنه وعندها استعداد تزرع، بس هي درست عن الموضوع وعارفه الموضوع ودخلت بقصه تصنيع واورجانيك. يعني الناس عايزه تشتغل صح، تحط نفسها على الطريق الصح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.